شوف يا ولع، دي النصبة. عارفها. وانا بعرفك عليها؟ ما انا عارف انك عارفها، انا بخطط. خطط يا نجم. في المنطقة دي هنعمل 3 شاشات. شاشات ايه؟ شاشات عرض. الأولى للماتشات، والتانية للبلاي ستيشنات، والتالتة؟ التالتة تابتة. تالتة ايه؟ تابتة مكانها، عشان لو أي شاشة تانية باظت نحط دي مكانها. الشاشة الرابعة. الله، هما مش كانوا 3 يا نجم؟ خلاص يبقى نرجع الرابعة، مش لسه في الضمان؟ اه. لما أنا مش عايز أخسر يا ولع، مش تكاليفها على الفاضي ايه؟ اللي انت شايفه يا نجم. بالنسبة للحمام ومكانه هنا، هخلي جنبه حمام رجالي وحمام حريمي. الله، الأول ما نخشهاش حريم يا نجم. ايوه بس انا احب اخش الحمام الحريمي، بيبقى انضف، ما فيهوش تلوث. ايوه. بالنسبه للحمامات، اللي هيخش لازم يبقى معاه كارنيه مختوم عليه ختم الزماره. ليه؟ ليه؟ عشان في ناس بتتعامل معانا على اننا مش قهوه، بتتعامل على اننا حمام. انا داخل الحمام، انا خارج من الحمام. لا يا حبيبي، تشرب الاول. صح ولا ايه؟ وهنا بقى هعمل شفاط من اللي بيطلع الهواء السخن برضه اللي هو بيعمل كده ده، عشان لو اي حد دخل يقول ايه القهوه الحلوه دي. ما انا بخطط برضه. صح يا نجم. قدام القهوه هنا هعمل كورنيش، كورنيش على النيل. طب وهجيب النيل منين يا نجم؟ المشكله مش في النيل، امال في ايه؟ اللي هيكلفنا الكورنيش. يا سلام. هنزرع طماطم وخيار وجزر. تحب حاجه تانية على السلطه؟ الجرجير بحبه قوي. نحط جرجير. ملحك ايه؟ ما بحبش الملح. خلاص يبقى ملح خفيف. وانت بتاكل ايه؟ فاهم ايه؟ ايه؟ اي حاجه هنجيبها له هيوافق عليها، انما هو فاهم هو قال ايه. وانت ولع، انت صعبان عليا. يوميتك دي يا يوميه يا اخي، مش يوميه. انا هقبضك بالدولارات. بجد يا نجم؟ بجد ايه يا ابني؟ احنا بنحلم احلم معايا. احلم يا نجم. وهخلي التبس بتاعك بالاسترليني. يبقى كده ضمننا الدوري الانجليزي. بص بقى يا ولع، انا عايزك دلوقتي تضرب لي 2 كيوي بالزبادي خلاط، وترش لي على الوش جوز هند بالمكسرات، مع حبه جوز هند. جوز هند. وتحطهم لي في التلاجة. وهات لي 1 شاي. ايه؟ 1 شاي عقبال ما يسخن. حاضر. وعندك 1 شاي للنجم. احنا هاني النجم بتاعنا. تعال زمارة، بقول لك ايه؟ تعال عايزك. اهلا، ازيك يا متر؟ اقعد. ملك اخوك يعني ملكك يا اخي. ايه؟ ايه ملك اخويا ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت سمعته ده؟ انا سمعت الجمله، انا بقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده بقى؟ ايه بقى حكايه ملكي وملك اخوك دي؟ يا اخي بارك لي، بارك لي يا متر. لازم تبان الجانب المضيء من ناحيتي. ابارك لك على ايه يا عم؟ انا اشتريت القهوه. ايه؟ اشتريت القهوه. اشتريتها منين؟ جبت الفلوس منين يا زماره؟ انت مديت ايدك للحرام. حرام ايه؟ انت هتحبسني وانا قاعد يا متر ولا ايه؟ مش انا هورث ملايين؟ لا اسمع، اللي انت بتعمله ده نصب، فاهم يا زماره؟ يعني ممكن تاخد 7 سنين سجن وتتقتل. ايه الحكم العشوائي ده؟ ده ايه، القاضي كان فاضي بيديني اي حكم؟ وهتقتل فين؟ في السجن؟ لا، امك اللي هتقتلك لو سمعت انك بتتكلم في الورث وهي لسه عايمه على وش الدنيا. لسه عايمه على وش الدنيا؟ ليه انا ابن بطه؟ فيها يا عم سلمي، ما تهدى علينا شويه كده وافرح لي. اسمع، الماده 316. هي الماده دي كام صفحه؟ الماده دي اللي انا شايلها. ما تشيلش ماده. ايه؟ ما تشيلش يا عم يا اخي، انا عامل حسابي كويس. بقول لك ايه، انا بقالي فتره قاعد بذاكر كل النصابين اللي على اليوتيوب، وتابعت كل النصابين. سلام. ولقيت ان النصاب المحترف انه يكذب بثقه، كل ما تكذب بثقه الناس تصدقك. تخيل الواد ولع هيعمل لي كيوي بالزبادي. تحب يعمل لك حاجه؟ خليه يعمل لي اعتبار. كل دي عيال بتدور عليها مفترية. ايه؟ أرنبة؟ مش معقول كده أبدا. ايه ده؟ في يا عم عربي مالك؟ بتزعق لها كده ليه؟ دي لسه واخده المهدئ. سيبينا فضفض معاها وهي واخدة المهدئ. حد بيعرف يكلمها وهي صاحية؟ ما هي أم عيالي برضه. يبقى كده. أم عيال مين يا راجل أنت؟ أنا
خلفت منك اي شكل ده اللي هجيبه. زواحف يخيبك. هو انا اعرفك يا راجل انت؟ الجنان الرسمي ده. ازاي الكلام ده؟ ده احنا كان عندنا حب قديم. حب ايه يا راجل انت؟ ومين دي كمان؟ دي اللي بتخدمني، كنت تعبانه. انا بيلي الممرضه بتاعتك يا مدام امبابه. بلا ممرضه بلا مقرضه، وانت تقول لي حب ومش حب. يا اخي كانت حبتك حيه تلوشك. بقول لكم انتوا الاثنين شكلكم كده نصابين وحراميه وجايين عايزين تسرقوا الذهب بتاعي، صح؟ ما اقول لك ايه، روح عند هلا فوتنا، هي اللي تعرف شفرتها. شفرتها وفوتنا وكمان فيها فتنه؟ ده انتوا تنظيم عصابي بقى، جايين تسرقوا الذهب بتاعي وعايزين تفتحوا الخزنه. يا لهوي عصابه! يلا بره من هنا، يلا بره، يلا بره انت وهي، يلا يلا يا البيت. يا لهوي البيت يا بيت. اسمع يا سيدي. يا هتغني انت كمان؟ لا هتتريق همشي. لا هتتريق، امشي يا عم. اسمع بقى، احنا مفيش قدامنا غير ان احنا نروح لنعمان شركس ده. حلو. الراجل ده هو اللي عنده قصه من اولها لاخرها. انا عارفه، انا اصل كنت بتدرب عنده وانا طالب زمان. الراجل ده عجوز ومكحكح بس عقر. طب ما دام ما انت عارفه يا عمرو، ما رحتلوش ليه من الاول؟ ولا انت لازم تعمل فيها مهم؟ ما انا مهمه يا زماره، همشي. يا عم امشي بقى، عايز اقعد لوحدي. الله يا ابني افهم، الراجل ده نظامه غريب شويه، ما بيقعدش في مكتب واحد اكتر من سنه، واخر السنه بياخد التامين. التامين الصحي؟ همشي. يا عم امشي بقى، انا اساسا مخنوق منك. ها طمنوني، عرفتوا عنوان شركة المحامي ده ولا لا؟ اسالي الاستاذ الافوكاتو. لابس لي جرافطه وحزام وعمال رايح جاي ومش عارف تعرف حته عنوان. بس بقى يا ابني انت وهو، انا لفيت عليه الضرب الاحمر كله، من البيبان لعطفه الروم. كل ما اروح العماره الاقيها وقعت وطلع مكانها سايبر. بس خلاص كلمت واحد صاحبي وهيجيب لي قراره. بقول لك ايه يا عمرو، لو الموضوع كبير عليك سيبني انا اتصرف، انا ممكن اجيب محامي وارخص منك بكتير. محامي ايه يالا؟ هو انا فطاطري؟ وبعدين انا كنت خدت منكم ولا مليم؟ يا عمرو انا اعطاني كلها متعطله. ايه؟ انا عايز انقذ ما ينقذ انقاذه. انا ورايا شغل كبير في القهوه. قهوه؟ وانت مالك ومال القهوه؟ مش تبارك لي عسليه؟ ايه اللي بارك لك؟ الف مبروك. على ايه بقى؟ ولازم نبارك لبعض على حاجه؟ هو احنا ايه شايلين من بعض قوي كده منافسين ليه؟ بس يا حبيبي انا هبقى اشرح لك موضوع القهوه ده بعدين. المهم بقى عشان تبقوا فاهمين، القصه دي كلها بقت في ايد نعمان. طيب همتك معانا بقى يا عمرو. يا حبيبتي انا معاك اهو من الالف للياء، بس خلي بالكم القصه دي كلها مصاريف، وانا حاسب كل حاجه بالورقه والقلم. ولا تشيل اي هم، اي حاجه محتاجه عدي على القهوه خدها. زي ما قال لك كده زماره، اي فلوس عدى على القهوه خدها. اقعد بقى انت افرد صدرك في موضوع القهوه ده لحد ما تلبس في الحيط في الاخر. قصدك ايه يا عم؟ قصدك ان انا نصيبي ممكن ما طلعش كبير؟ انت عارف حاجه مخبيه عليا؟ اسكت بقى اسكت، خلينا افكر. اهو استنى. الو. ايوه يا ابراهيم. ايوه ايوه ايوه. برج الكوثر. برج الكوثر. برج الكوثر بالكاف ولا بالراء؟ الكوثر العماره اللي وراه. العماره اللي وراه. مش العماره اللي وراه، مش الزقاق اللي وراه. انا ما كتبتش حاجه. الزقاق اللي وراها. شقه كام؟ شقه كام؟ تمام خلاص تمام انا عارف. خلاص تمام ماشي يا ابراهيم، هعدي عليك اراضيك بقى. خلاص تمام انا كتبت كل حاجه خلاص. ايه ده؟ خلاص تمام ماشي يا ابراهيم. لا اله الا الله. يا عمرو انا ما لحقتش اكتب غير لا اله الا الله. وكاتبها غلط على فكره. بس اطمنوا يا اولاد، خلاص من بكره كلنا هنروح لنعمان شركس. ليه؟ لا هنصيف عنده. خش زغراتي جوه يا افراح. نركز بقى مع بعض. ها؟ في مبدأ أساسي في القانون في الاستهلال ولا بد منه. تمام؟ أن القانون لا يحمي المغفلين، وبالتالي فهو لا يحمي الموكلين. طب ازاي يا متر؟ امال القانون اتعمل ليه؟ ما هما مش يغفلوك يابا وانت تيجي تقرفنا بقى في المحاكم والقضايا. طب يا متر يعني لو حد اتضرب او اتسرق يروح يشتكي لمين؟ دكتور تخدير؟ ظريف، سؤال ظريف على فكرة. هما يا حبيبي احنا مش هنملى المحاكم عشان موتوسيكل مسروق ولا مترين ارض يعني. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي يا متر، احنا بندفع الفلوس في الحصه دي ليه؟ اقف يا ابني اقف. غرامه 500 جنيه وشهر حبس. الظلم ده. ايه الظلم ده؟ احنا يا مستر
مستر طالما مش هنشتغل بالقانون بناخد الدرس ليه؟ على فكره ده كان امتحان، وانتوا نجحتوا في الامتحان وشرفتوني قدام المجتمع. صعبة يا مستر. ايه اللي صعبة؟ التجاري يا عم. التجاري صعب صحيح، ده فاتر وحسابات وبتاع، ده انا لما تليفوني بيفصل ما بعرفش احسب 6 في 6 بكام. ده بقى ليه؟ بسبب التكنولوجيا مسحت العقول. عشان كده احنا هنرجع لنظام التعليم القديم، الكتاب، وده عايز ودن موسيقيه، ودن موسيقيه ونفسيه حلوه. بس نركز مع بعض. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. لا نقول مع بعض، انا مش هشيل الليله لوحدي. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. بس ثواني بس ارد على التليفون يا شباب، ثواني. الو. ايوه يا حبيبي. ايه واقفين لهم تحت؟ هيتثبتوا يعني. ماشي يا حبيبي ماشي، غور بقى دلوقتي. كنت بقول يا شباب يعني في بس موضوع صغير كده. في بلطجيه واقفين تحت وهيثبتوكوا وانتوا نازلين. احنا رجال قانون طبعا، يعني عارفين هنعمل ايه. الحريم في وسطينا وسلاحنا في ايدينا، واللي عايز يتقال له يا مرحوم يجي علينا. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم يا شباب. يلا يا جماعه نلم حاجتنا كده، بس مش عايز العلقه اللي هتاخدوها مش عايز العلقه اللي هتاخدوها دي تنسيكوا المبدا الاساسي اللي احنا اتعلمناه، ولا ايه؟ يلا تبقى جاهل في القانون تلبس ازرق في السجود. تبقى جاهل في القانون تلبس ازرق في السجود. تبقى جاهل في القانون تلبس ازرق في السجود. شو رأيك اليوم بدي علمك رقصة كتير رح تحبها، اسمها تانجو. عشتني سامي، وانا اصلا عندي مركب رأس. بدك تشوفها؟ يا ريت. أكيد. هيك بشويش بترقص وبتبرم هيك. هيك وهيك؟ ايه ولف اللفة دي كمان؟ لا ايه تاني؟ عندك ايه تاني؟ في زومبا وفي بدي اجرب لك زومبا. لا تسيبيني انا بقى اختار لك حاجة على مزاجي. خلاص؟ خلاص. عليا انا خايف يا زمار. كده طيب. زمار احنا لابسين دي ليه؟ غبي، عشان نتنكر لو هم خرجت علينا ما تعرفناش. عندك حق. اسمعوني كويس. امي دلوقتي في الحمام، قدامنا 29 دقيقة و31 ثانية والعملية تبقى انتهت. اشمعنى 29 دقيقة و31 ثانية؟ أنا شفتها في اليوتيوب كده، محدش يناقشني. اخلص. حبيب، في ايه؟ بتوترني ليه؟ خايف وانا لسه قلت لك حاجة. مش عايز اموت. غبي، انت جاي لحد هنا وتقول لي مش عايز اموت، انت هتكمل. هتقف عند الباب، لو حسيت ان امي جايه هتزمر لنا. يلا ربنا معاك قطان. يلا بقى، انت هتوسعها ليه؟ يلا عسلية يا زمار لازم نقشط الأوضة دي كلها في 15 دقيقة. ولو امي دخلت بالبتاعة اللي في ايدك دي وعلى راسها كده هتموت. قضاء وقدر. تهون عليك امك يا زمارة. ايوه. انا ما تهونش عليا. لا ده امي برضه شالتني 13 شهر في بطنها. غبي، كمان مش عارف تحسب شالتك قد ايه. نسيت يا عسلية، نسيت ان امك دي بتاكل اكلنا وبتشرب شربنا. فاكر لما كانت بتجيب اللحمه توزع علينا السنين وتاكل هي اللحمه الحمراء.
فاكر لما كانت بتعمل موز باللبن كانت تشربه على بق واحد واحنا نلحس في الخلاط. خلاص يا زماره، امي اول ما تخش بالبتاعه دي في قلبها. ايه ده؟ ايه ده؟ ويقول عليك امك عسليه. تهون ياما تعبتنا. دي كانت بتدعي لي الدعوه بفلوس، كانت تقول لي واد عسليه روح ربنا يكرمك ب 45 جنيه 46 قرش. كانت لما تقول لي واد عسليه وروح يا رب حبيب في خلقه كانت بتاخد 70 جنيه 46 قرش. يبقى دي ست ديت يا زماره. لا تبقى دي ست يا زماره. يا راجل ده الشحات بديله نص جنيه بيهريني يا داعيه. خلاص يا زماره، احنا نقتلها وبعد كده نسرقها. لا احنا نسرقها فتموت بحسرتها وتهون عليكم امك يا زماره. لا ما احنا نأجل السرقه بقى كده مش هنسرق. بس انا خايف بصراحه. يلا يا مباهج فين البشكير؟ الله يخرب بيتك، ده انت بنت زي قلتك. ايه ده؟ ايه ده؟ خير ان شاء الله. هو انت دايما كده عامل زي البورصه، الاقيك في الحمام الاقيك هنا في الحيطه، في ايه؟ ايه اللي مدخلك عند اوضتي هنا؟ انت مين يا ده؟ انا شفتك قبل كده. ولا مين يا بت؟ ولا انت مين؟ ايه؟ انا حبيبي ابن ظريف. ظريف ولا زفت طين على دماغك، بلا ظريف بلا لطيف، دمه تقيل انت وهو. ايه اللي مدخلك عندي الاوضه؟ فهمني وقول بسرعه وانجز بدل ما اقتلك. اقول لحضرتك انا داخل اعمل ايه وتمشيني؟ امشيك مشاش في ركبك؟ لا طبعا، لان انت داخل بنيه مش سليمه، يا اما تحرش يا اما سرقه ولازم اقتلك. لا زمره وعسليه جايين يقتلوكي. ايه؟ انت بتوقع بيني وبين ولادي؟ ها يا كذاب؟ ومستخبين هنا ورا الباب. ولادي؟ بتتكلم جد؟ والله العظيم ما علمتك تسرق معانا تاني يا كذاب. وحياة امك انت وهو يا كذاب وشلب معاكوا تاني؟ انتوا جايين تقتلوا امكم؟ لا والله العظيم احنا جايين نسرقك. تسرقني كمان يا نصاب يا نوري؟ وانت بتهبب ايه؟ انا يا اما جاي ده اطمن عليك وحشتني يا اما. والله ايوه باللي في ايدك ده بتطمن عليا. ده مفك وبنسى يا اما. والله مفك عيد ميلادك يا اما. وحياة امك مفك هفك بقى بيه عن نفسي والبنسى احطها في شعري. يلا يا نصاب. وانت واد اللي في ايدك ده؟ حبيب فالنتين ياما. حبيب فالنتين على دماغك ودماغ اللي خلفوه. ما هي دي ادوات الجريمه وانا مش هسيبكم بقى. مين اللي وزنكم على العامله السودا دي؟ انا اقول لك الحقيقه يا اما. قول. انا كنت قاعد في الاوضه، الواد عسليه جاني وسوس لي كده وراح قال لي ما تيجي نسرق امك. قلت له لا يا عسليه بلاش امي عسليه. قال لي فيها ايه لما نسرقها؟ امك حرمانه من الفلوس. راح جاي هزني يا اما نفسيا وخلاني اجي اعمل كده. اصدق والله العظيم كذاب كذاب. هقول لك الحقيقه يا ام. والله العظيم الحقيقه احنا كنا قاعدين كده يا ام. هو الواد ده لا تعالوا اسرقوا امكم. لا زماره جه قال لي انا بكره ماما، انا عايز اقتل ماما. كذاب. لا يا ماما اقول لك الصراحه الشيطان دخلنا احنا الثلاثه وقال لنا انتوا قاعدين بتعملوا ووسوس لنا. والله انا اصلي ركعتين واستغفر. اخرس. ده انت الشيطان يستعر منكم، الشيطان يتعلم منكم السفاله يا عدمات التربيه. اقعد انا وانت وهو. ده انتوا مش هتتعالوا ولا تعالى تنيلوا على اخواتك البنات هنا. يا فتان يا فتان سايباك يا فتان. خلاص انت وهو خلاص يا والله لكم منيمكم في الحجز انتوا الثلاثه. لا يا اما هتحبسي عيالك. اخرسوا عيال مين؟ وهو في عيال عايزه تقتل امها وتسرق امها؟ هو انا ناقصه جنان؟ يا نهار اسود. زي ما انتوا ثابت يا واد انت هو. حاضر ثابت. اخس عليكم يا كلبه. احنا اسفين يا ام. اخرس. معلش يا ام. مرات مش نافعه في حاجه برضه هحبسك. هديها للراجل اللي على الباب عشان يبهدلك في الحجز. اخرسوا خالص عن مكالمه مهمه. انا النت فصل وما عرفتش ايه اللي حصل في اليوتيوب. ما اسمعش هيسكوا. الو. ايوه يا فندم، ممكن اكلم وليد بيه؟ ايوه انا مدام امبابه بس صوتي متغير لاني مصدومه. ايوه مصدومه يا فندم، حتى وانا مصدومه صوتي حلو. وانت ازيك عامل ايه؟ لا بتتكلم جد؟ ايه ده؟ ثانية واحدة يا فندم. يلا أنا معاك يا فندم. لا أنا بس يعني كنت بفضفض شوية، متضايقة قلت أكلم حضرتك. محدش هيعمل دوشه بقى. هي دي انت متاكد ان ده المكتب عمرو؟ ايوه يا ابني العنوان اللي في الكارت اهو. ولو ما طلعش هو؟ يا ابني ما اليافطه ايه؟
وده معناه ايه؟ انت عارف بقى لو ما طلعش هو المكتب المواصلات رايح جاي عليه. يا سيدي خلصنا، مش هو ده استاذك انت؟ يا ستي طيب. اتفضل خبط. يا رب استر يا رب. انا بقول لك ايه، ما تيجي نخبط ونيجي. يا جدع بقى انا مش ناقصك. ارفع ايدك على باب يا عمرو. هتغاب عليك كذا مره اقسم بالله. خلاص بقى. مين الحمار اللي بيخبط؟ يا راجل بجد بقول لك ايه يا نعمان، اوعى تجنني. يعني ايه مش ناقصه؟ ها قصدك ايه ها؟ لا بص بقى، انا عايزاهم يدوخوا السبع دخان يا عمي. لا مش كله مره واحده، الله. واحده 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 بتجري ليه، واحده واحده ورانا ايه. ايوه اسمع اللي بقولك عليه. انا عايزاهم يدوروا على واحد على شرط يبقوا كلهم مع بعضيهم عشان يحبوا بعضيهم. بقولك ايه، ما تخليهمش يعرفوا ان انا بكلمك خالص. اوعى ما تبقاش مجنون. حبيبي يا استاذ فهيم، فهمني طبعا يا فهيم. ايوه عشان بس معايا ناس، اول ما هخلص اكلمك والله ما تقلق. قضيتك في ايد امينه، وامينه لسه ما ماتتش. عرفت بقى معايا زباين. اول ما هخلص هكلمك على طول، تكون عملت لي عشوه حلوه. يلا حبيب قلبي مع السلامه. طيب يلا اسيبك معاهم، لعبهم يا ابو النعميم، لعبهم، ما انتش سهل. ها اوكي يا اخويا، ابعد بقى ولا روح شوف لك شغلانه. الواد على ايدي عايزه ارضعه، ده لقيته من ضمن اللي بدور عليهم. يلا اوروفوار، اتوتالور يا شيرين، باي يا بوبي، باي. ماشي، لما اشوف انا ولا انتم يا ولاد امبابه. ياه امبابة كانت مطربة المطربات. الله. ما كانش في حفلة غير فيها امبابة. الله. في أي محافظة فيها امبابة، في أي محطة فيها امبابة، باشات البشوات كلهم يا سلام كان فيهم امبابة. حتى بير السلم كان لازم تكون موجودة فيها امبابة. بس سلم ايه يا عم؟ انت بتتكلم عن كلبة؟ ايه اللي عادي؟ انت ما تراعي ان انت بتتكلم عن امي. قلب امك معلش يا عم. سيبك بقى من وصف امي ده وخلينا في الوصيه افتحها عشان راكنين في الممنوع. اهدى يا ابني، ان الله مع الصابرين. اذا صبروا يا عم ما تخلينيش بقى مد ايدي عليك يا عم. انت عنك ما صبرت يا عم، انت ما تخلينيش بقول لك كده شكله سواق تاكسي. وانا انت هديها لك في وشك. خلاص بقى زماره، اهدى بقى معلش. بس يا زماره. زمارة ايه؟ في ايه يا عم؟ ده شكله سواق تاكسي اساسا. في فلوس. اهدى حبيبي، اهدى يا بابا. في فلوس جامده حبيبي. انت مين يا؟ انا زماره اداره، مفيش ولا عار ما تعرفنيش. واخد دبلومات تجاره وساره وياره ما يعرفونيش. يبقى انت ابن عربي السباك. يلا سباك ايه يا عم؟ قصدي الطبال. طبال ايه يا عم؟ وانت مين؟ انا اعرفك بنفسي بقى. عسليه مية مية، عسليه مية مية، حبيبك عسليه. دول ولاد امبابة، الاصل والطرب. يبقى انت افراح يا حلوه. الله ينور عليك. انت مين؟ انا عمرو يا استاذ نعمان. معلش يا عمرو يا اخويا، معلش يا ابني، معلش. ابوس ايدك بقى، افتح لنا الوصيه، خلي العيال دي تعرف نصيبها ونخلص. ناولني يا عمرو الملف ده. ده يا استاذ مش ده اللي تحته. يا مسهل الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفضش، ده التراب معقم. بس ادينا بقى الوصيه دي واحنا هنتصرف. اوعى اتصرف. مين اتصرف في الصرف الصحي؟ الملف ده مش هيخرج من هنا لحد ما تجيبولي كل ولاد امبابة، يعني بقيت اخواتكم. يا استاذ هو احنا لو نعرفهم كنا قلنا لك ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ نعمان، مش نعمان برضو؟ ما انت عارف كل التفاصيل. حبايبي التفاصيل اللي عندي: إدارة أعمال امبابة، أملاك امبابة، حسابات امبابة، لحد جوازاتها وطلقاتها ودمتم. معرفش حاجة تانية عنها. يعني كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت ان اخواتي الولاد دول من الاوراق اللي موجوده عندك في الملف ده، صح؟
طب ما انت بتفهم وانت شغال محامي. لا الحمد لله. ايوه معلش يا عمرو، معلش يا عمرو، نسيت. ممكن بقى تدينا طرف خيط نمشي وراه؟ خد ادي الخيط وادي اللي كابه. بسم الله. ادي الورقه، اول جوازه لمبابه.